عودة مع حضراتكم مشاهدينا مرة تانية وزينة بطعم البيوت. و1 نوفمبر هو الميعاد تتجه أنظار العالم كله لمصر، ومصر بتقدم هدية لكل العالم، هدية للإنسانية، المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير زي ما حضراتكم عارفين حلم بيه المصريين من تقريبا 2002، والحلم فضل مستمر إلى أن وصلنا إلى هذا الوقت، وقدرنا أن احنا نحقق هذا الحلم ويكون الافتتاح إن شاء الله من أعظم الافتتاحات اللي ممكن تكون بتليق بعظمة مصر. المتحف المصري الكبير مكان بيحتوي على عدد كبير جدا، حوالي 100,000 قطعة أثرية. وطبعا لما محرك البحث زي ما بنقول الناس كلها بتبدأ انها تدور وتبحث على الإنترنت، أكتر حاجة بيبحثوا عنها هو المتحف المصري الكبير وتوت عنخ آمون. مزيد من التفاصيل مشاهدينا عن المتحف المصري بيسعدنا يكون معنا على التليفون الأستاذة إيمان إبراهيم حسن، الأثرية والباحثة في ماجستير في الآثار. برحب بحضرتك وأهلا بيكي معانا. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك يعني اكيد زي اي مصري نمره 1 نمره 2 من موقع طبعا مسؤوليتك كاثريه كان مهتمه بمجال الاثار في انتظار افتتاح المتحف المصري الكبير. خلينا نوضح للساده المشاهدين اهميه هذا المتحف ايه بالنسبه لمصر وبالنسبه للسياحه. هو افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي بكل المقاييس، ومن المتوقع انه يعيد رسم خريطه السياحه في مصر بشكل جذري. المتحف مش بس هيكون أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، لكنه كمان هيقدم تجربة سياحية متكاملة بتجمع ما بين التاريخ والتكنولوجيا والعرض البصري الحديث. ده هيجذب شرايح جديدة من السائحين، وهيحول منطقة الأهرام إلى مركز عالمي ثقافي وكمان سياحي. بدل ما تكون مجرد زيارة سريعة للأهرامات، لا، هيزوروا كمان المتحف، والمتحف هيخلي القاهرة الكبرى واجهة سياحية على خريطة السياحة العالمية، مش بس للمهتمين بالتاريخ لكن كمان لعشاق الفن والتصميم والتجارب الثقافية الفريدة. فبجد المتحف هدية من مصر للعالم. طيب حضرتك يمكن داخل المتحف زي ما حضرتك قلتي مش بس مجرد مجموعه من الاثار اللي موجوده، وطبعا بيغلب عليها زي ما قلنا الاثار الخاصه بتوت عنخ امون، لكن كمان في مراكز للترميم. فخلينا نتكلم عن هذه المراكز للترميم وقد ايه مهمه والتكنولوجي اللي موجوده فيها في الوقت ده. أنا عايزة أقول لحضرتك إن مراكز الترميم اللي عندنا من أحدث وأهم مراكز الترميم في العالم، والمرممين اللي عندنا فعلا زي ما بنقول كده إيديهم بتتلف في حريق. ففعلا الترميم دلوقتي في مصر بقى حاجة مهمة جدا، وفعلا المرممين اللي عندنا على درجة عالية جدا من الكفاءة. هي علاجيه ووقائيه كمان، يعني مش مجرد بس بيعالجوا الحاجات اللي موجوده، لكن كمان وقايه للمعروضات، مش كده؟ طبعا. طبعا. طيب خلينا ندخل بقى مع حضرتك المتحف وتوصف لنا بقى ايه اهم الحاجات اللي موجوده فيه. هو المتحف فيه الجميل فيه ان احنا مش عايزين نحرق اللي موجود فيه. هو المتحف ان شاء الله هيكون مفاجاه، وانا حابه نفسي برضو اتفاجئ باللي موجود فيه. بس من الحاجات اللي اتشهر انها اتنقلت ليه هي قطعه توت عنخ آمون. ودي طبعا كانت معروضه في المتحف المصري اللي هو موجود في التحرير، واحنا عارفين طبعا ان تم اضافه عليها قطع كانت مش معروضه قبل كده. يعني اللي هيروح المتحف هيشوف تجربه فريده، لانه هيشوف قطع لم تعرض من قبل، قطع ما شفناهاش قبل كده، وحواديت وروايات، ويعني قصص التاريخ كله هتتحكي من خلال المتحف المصري الكبير. فبصراحه هو متحف مهم جدا لينا احنا كمصريين، لانه هيوصل حضارتنا وتاريخنا للعالم كله. فكرة زي ما حضرتك قلتي هي بتحكي التاريخ، وده الجديد في المتحف الكبير ان هو في دخلنا التكنولوجيا، يعني زي المدن الذكيه بقى في المتحف الذكي اساسا بيحكي قصص الاثار اللي موجوده. فخلينا نتكلم عن اهميه دخول التكنولوجي في المتحف الكبير. التكنولوجيا الحديثة هتضيف بقى تجربة جديدة للزائر. ليه؟ لأنها مش بس هتخليه يعيش الحدث التاريخي بشكل تفاعلي، لا، دي كمان استخدام التقنيات في الواقع الافتراضي ده والخريطة الرقمية والعروض ثلاثية الأبعاد هتساعد الزائر على فهم السياق التاريخي بشكل أعمق، وهيخلي الزيارة مش مجرد مشاهدة، لا، هيخليها تجربة علمية وترفيهية كمان. تمام، جميل جدا. طيب لو اتكلمنا كمان على المنطقة اللي حوالين المتحف، تم الاهتمام بيها أيضا علشان يبقى زي ما بنقول كده السائح لما يبقى متواجد مش بس مجرد ان هو بيشوف الآثار، لا، عنده تجربة كبيرة يقدر ان هو بالفعل ان هو يعني يستمتع كسائح. ايه اللي حصل حوالين المتحف كمان من ترميم من ابداعات؟
المتحف الجميل ان هم هيعملوا ربط ما بينه وما بين منطقه الاهرام، فدي هتبقى زي ما بنقول كده وجبه دسمه جدا، الزائر هيستفيد منها جدا، وحتى سواء الزائر ده كان مصري او كان اجنبي هتبقى زياره مفيده وممتعه، لانه هيشوف الاهرامات وبعد كده هيتوجه انه يدخل المتحف المصري الكبير، ودي هتكون في حد ذاتها حاجه مهمه وحاجه مفيده جدا، دي ربط الاثار بالحداثه، اللي هو المتحف تصميمه حديث لكن في نفس الوقت يحاكي الاصاله اللي هي التاريخ المصري القديم. وهل ده ممكن يخلي كمان مش بس اتكلم على مستوى العالم، علينا كمصريين كمان يعود الاهتمام مره ثانيه بالاثار وايضا بتاريخنا العريق؟ اكيد اكيد المتحف هيكون حاجه مهمه جدا سواء للمصريين او للاجانب، لان من خلال بقى عمل ورش، من خلال عمل محاضرات، من خلال عمل اي يعني حضور ثقافي كده، فهيخلي فعلا المصريين يحسوا بالتغيير اللي حصل في المتحف. ايه الفرق بين المتحف بتاعنا، المتحف الكبير اللي ان شاء الله هيتم افتتاحه في نوفمبر، واي متحف تاني في العالم؟ اهم حاجه ان المتحف بتاعنا هو يعتبر اكبر متحف في العالم، وده لينا الفخر بيه، انه بيضم حضاره واحده بس، وهي الحضاره المصريه القديمه، الحضاره بتاعتنا، ودي اكتر حاجه واهم حاجه بتميز المتحف بتاعنا. وكمان اللي بيميزه ان هو موقعه الفريد، انه قريب من الاهرامات، وتصميمه المعماري الحديث زي ما قلنا اللي بيحاكي عظمه التاريخ المصري. كمان المتحف بيقدم تجربه عرض متحفي حديثه بتندمج ما بين التكنولوجيا والعلوم المتقدمه في الحفاظ على روح الاصاله والتراث. تمام، بشكر حضرتك جدا الأستاذة إيمان إبراهيم حسن، الباحثة في والماجستير في الآثار. وطبعا زي ما بنقول إن ده حدث كبير، حدث عظيم، افتتاح متحف المصري الكبير اللي كلنا كنا في انتظاره. والمتحف هيحط مصر في على خريطة السياحة العالمية. وطبعا يعني مش بس كده، هو طبعا الحضارة المصرية القديمة، وزي ما حضراتكم عارفين قد إيه في شغف كبير جدا للعالم كله. كل كان بيجي عندنا تلت آثار العالم، ما ينفعش يبقى عندنا تلت آثار العالم ما يبقاش عندنا متحف كبير زي ده. الدولة بالفعل قدمت مجهود كبير جدا، قامت بترميم كثير من القطع الأثرية اللي موجودة، وحتى مركب الشمس لما تم نقلها تم ترميمها. المكان حوالين المتحف تم تجهيزه بشكل كبير جدا، مطار سفنكس اتعمل علشان ممكن السياح لما يتواجدوا ما يبقاش عندهم مشكلة في الطرق، في وسائل للمواصلات كويسة جدا، يقدروا ان هم بالفعل برضو تكون تسهل عليهم الطريق، يقدروا يوصلوا للاهرامات بطريق في طريقه عمل للوصول، جسر اتعمل للوصول للاهرامات بطريقه برضو سهله وجميله وممتعه كمان للسائح وهو ماشي. يعني زي ما قلنا هي مكان متكامل، هي عباره عن قطعه اثريه جميله متكامله موجوده على ارض مصر. ان شاء الله يبقى افتتاح فعلا يليق بعظمه مصر. نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.